هلا بالنسبة لرسالة القائد الأخيرة يلي كان لنا فخر، ونحن مو بس الفخر، يعني نحن نشعر بالسعادة كل مرة، وكل مرة كل ما القائد يذكر جينيولوجي معناتها إذا المسؤولية صارت أكبر، العمل صار لازم يتضاعف اكثر حتى نحن نستطيع انه نكون نحن اهل هاي الثقه اللي يعطينا اياها القائد، خاصه برسالته الاخيره. طبعا بهاي الرساله الاخيره كمان القائد فيها بيذكر قضيه مهمه جدا هي في المجتمع، هي قضيه المراه والرجل يلي تنطرح، او العلاقه بين المراه والرجل يلي هي سبب الازمات المجتمعيه. يعني نحن اذا رجعنا للتاريخ، اذا رجعنا للمجتمعات اللي نحن حسب ما بنشوفها بنلاقي انه مشاكلنا نحن المشاكل لما تكون تطلع لانه صار في بالمجتمع مثل ذهنيه زرعت، ذهنيه الاعلى والادنى، ذهنيه السلطه يلي هي مستمده من العلاقه بين المراه والرجل. يعني نحن مثلا اذا شبهنا انه اذا كانت القنبله الذريه انفجارها انه هي انشطار النواه اللي بتسبب هذا الانفجار اللي بعده مئات السنين الارض او حتى تستعيد عافيتها بهذاك المكان، فخلينا نحن نطلع على العلاقه بين المراه والرجل على هالاساس. هاي العلاقه اللي تدمرت نتيجه الذهنيه اللي تم زرعها، يعني هاي الذهنيه اذا كانت تعتمد اما على التفاسير الدينيه الخاطئه او اذا كانت تعتمد على العادات والتقاليد والفهم الخاطئ لها. يعني مثلا نحن نذكر عادات والتقاليد دون ما نعود نحن للذاكره الزمنيه متى ظهرت هالعادات، هل هي كانت حاجه في وقتها، هل كانت ممارسات سلطويه فرضتها السلطه ثم تحولت لعادات وتقاليد بدون ما نرجع لهذا الشيء. هذا الشيء عم بيخلي نوع من العلاقه بين المراه والرجل تكون مدمره. هاي العلاقه انه مفهوم السلطويه يكون موجود، مفهوم العنف يكون موجود، مفهوم انه جنس على حساب الجنس الاخر يقوم مثلا بتنظيم نفسه، او نحن بنقول نحن سرقه كدح الجنس الاخر كما حتى فينا نقولها. فهذا الشيء عم بيسبب ازمات ضمن المجتمع. باي مجتمع بدنا نحكي فيه مثلا عن انه الانسان يتقبل لسه ادت الى انه العلاقه بين المراه والرجل ككل صار في عندنا دمار في المجتمع، صار في عندنا حتى دمار في البيئه. يعني دمار العلاقه بين المراه والرجل ما قد لا يؤدي الى اثار ملاحظه بشكل مباشر كالقنبله الذريه، بس حاليا الازمات اللي عم نعيشها بالمجتمع هي نتيجه هذا الدمار. حتى الازمات السياسيه، الازمات الاقتصاديه، لما نحن بنلاقي تفرد الرجل بالحكم ادى هذا الشيء الى عسكره المجتمعات. هاي العسكره اللي بتقود الى انه الحرب وتوجه اقتصاد المجتمع، توجه مردود المجتمع الى الحروب، الى دعم الجانب التسليح، ايضا تتوجه القوى المعنويه للمجتمع نحو الكره الاخر، كره كل ما هو مختلف، بدءا من كره الانسان يبدا لما نحن نقول يبدا الانسان من الانسان نفسه، الجنس الاخر ينبذه وينتقل منه الى نبذ كل ما هو مختلف عنه. فنحن هي ازمات مجتمعنا عم نعيشها، لكي نتجاوز هاي الازمات لازم نحن نرجع للجوهر، الاساس المشكله، الجوهر يلي بالاساس العلاقه بين المراه والرجل هي علاقه محطمه. الاساس انه المراه ما عم تلعب دورها بالمجتمع، ما عم تلعب دورها بالسياسه، او احيانا بعض لما اذا شفنا امراه تكون موجوده فقط صوره حتى توثق تكون تشبه نحن نقول المواثيق الدوليه انه يكون في كوتا نسائيه، ولكن شو هو بيكون دور النساء بهي الكوتا مثلا؟ شو هو دورها الفاعل باتخاذ القرارات؟ شو هي المواضيع اللي تطرحها المرأة؟ هل هي بتمس بالفعل قضايا المجتمع؟ فالمهم انه نحن نقول انه الهدف من اللي هي انه السياسه تكون في خدمه المجتمع، الاقتصاد يكون في خدمه المجتمع، العلم يكون في خدمه المجتمع. مشان هيك نحن بنحكي عن الحاله السوسيولوجيه للمجتمع، اهميه الجانب السوسيولوجي بهذا المجتمع. مثلا نلاحظ كم المجتمع يعتبر فيه اساس ام خدمه السلطه هو الاساس. يعني حتى نحن نستطيع ان نوصل لمشكله حل الازمات المجتمعيه، هل فينا نحن نقول طرق الحل شو هي؟ من المفردات هلا عاده نحن بنقول لما نحن نطرح النظريه يقولون النظريه، ولكن النظريه هي في النهايه تتحول لفهم، تتحول لواقع، تتحول لممارسه يوميه في الحياه. اول شيء مثلا فينا نحكي انه الاسس الحل هي الاسره الديمقراطيه. الأسرة الديمقراطية اللي هي نواة الحياة التشاركية، الأساس هو قتل ذهنية
التسلطيه، ذهنيه ذكوريه اللي تم زرعها في المجتمع. لما بقول ذهنيه ذكوريه يعني دائما بنعيد ونكرر هذا الشيء، انه هي اللي تم زرعها لدى المراه والرجل. يعني الاثنين نحن عندنا هي الازمه، انه الرجل هو الاساس والمراه هي الجانب الثاني او الجانب الداعم، او انه هي الجانب المظلم في المجتمع. فنحن لازم نتخلص من التبعات لهي الذهنيه اللي تم زرعها بالمجتمع حتى نستطيع انه نحل ازمات المجتمع. ودائما بنقول نحن انه حل مشاكل المجتمع ما بيكون من خلال فقط المشاريع الاقتصاديه، ما بيكون فقط من خلال التنميه التنميه الاجتماعيه او من الناحيه السياسيه، انما حل مشاكل وقضايا المجتمع يكون من خلال تغيير الذهنيه التي تم زراعتها، تغيير رؤيتنا للحياه، تغيير النظره. هي فنحن حتى هذا يتم نحتاج الى كفاح ذهني، كفاح مؤسساتي، نحتاج الى ان نتخلص من مفهوم ان المراه هي ماده، هي غريزه، هي المراه فقط شيء كملكيه، او نحن مثلا كل هاي الامور هاي تدخل بجانب الحل لحتى نوصل للاسره الديمقراطيه وللحياه التشاركيه يلي هي بالنهايه الحياه التشاركيه الحره يلي نبحث عنها، يلي هي الحل الحقيقي لازمات المجتمع. هلا عادة نحن بنشوف بالدول القوانين مثلا بيقولوا لك انه في قوانين للاسره او في قوانين اللي هي بتقول المواطنه اللي فيها مساواه بالمواطنه، ولكن لما ترجع على القوانين مثلا الدستور السوري السابق، ناخذ الأقرب مثال، بيقولوا لك بما يتعلق بالحقوق مثلا بقضايا الحقوقيه المراه والرجل مساواه بيناتهم من ناحيه العمل، بتلاقي هذا الشيء. ولكن اذا اجينا على اراده المراه هي لازم تكون اراده تابعه للرجل، يعني لا يحق لها السفر، لا يحق لها تعطي جنسيتها. الاحوال المدنيه، قانون الاحوال المدنيه اللي هو المفروض يكون ماخوذ من الشريعه الاسلاميه، والشريعه الاسلاميه كما يفسرها الحكام. فلذلك نحن بنلاقي من هاي الناحيه انه القوانين بتلاقي بنفس القانون التناقض معه، او المراه لا تستطيع ان تطرح حتى احيانا ضمن البرلمانات قضايا المراه إن لم يكن هناك مثلا سياسة مأخوذة من قبل السلطة أو الدولة إنه المرأة يجب أن يتم إثارة هذا الموضوع. المرأة ما فيها تصير موضوع متصل بقضايا المرأة، يعني هي مثلا بسوريا مثلا كانت قضية الجنسية اللي أعطاها لأولادها، أو قضايا السفر لحالها، أو أي قضية متصلة بالمرأة ما كان فيها تقوم بطرحها. الحركة يلي كانت الأكثر تأثيرا مثلا نحن كهون كمنطقة كسوريا كشمال شرق سوريا كان التأثر بحركة المرأة الكردستانية. هاي الحركة المرأة يلي أكدت المرأة فيها نضالها، المرأة طبعا المرأة الكردستانية ضمن PKK كان في تأثير لما يشوفوا النساء عم بيناضلوا، عم بيحاربوا، عم بيقاتلوا، المرأة تكون برلمانية، المرأة لها دور. فهون كان في تأثير ببناء وعي نسوي موجود بهالمنطقة. هذا الوعي يلي ادى انه بيكون بكل سهوله، يعني بيكون في عندنا هون اليوم اذا نحن بنشوف جيش للمراه، اذا يكون في مثلا المراه ضمن الاسايج، المراه ضمن الادارات، هذا كان في تاثير لانه المراه كانت على اتصال، كانت تشوف هذا الشيء، فمشان كان في قابليه انه يتاسس المجتمع. ثاني شيء الاداره الذاتيه او نحن بنقول مشروع الامه الديمقراطيه يلي هو حاليا مشروعنا اللي بتقوم فيه المنطقه، هو المشروع اللي اكد فيه على دور المراه من خلال مثلا مفهوم الرئاسه المشتركه، يعني دائما كانت الرئاسه تعتبر فقط للرجل، او ان كانت امراه موجوده فهي تكون بذهنيه الرجل لازم يعني تكون تقود المجتمع. لا، هون كل بالرئاسه المشتركه هو حاليا بدنا نقولوها ان عندها تجربه، نحن دائما بنقول نحن ما عم نعيش تجربه، نحن حاليا عم نعيش واقع معاش. بهذا الواقع نحن بناخذ تجارب، نحن نقوم بتغنيه خبراتنا، نحن هون ممكن عم ناسس هذا الفكر. فمشان هيك مثلا بهون لما بنلاقي المراه قامت بتنظيم نفسها مثلا اول شيء ضمن الرئاسه المشتركه، ثاني شيء لما يكون لها منظماتها النسويه الخاصه المستقله يلي فيها تتخذ قراراتها، فيها تقوم بتنظيم نفسها، فيها تاخذ تنقد المؤسسات اذا كان فيها مثلا تقصير من ناحيه المراه، فيها ايضا انه من اجل المراه في المجتمع يكون لها دور بتنظيم النساء المجتمع، توعيتهم، تامين تفكير من كل النواحي بالمجتمع، من النواحي الاقتصاديه، الاجتماعيه، الثقافيه. فلما بيكون جمع لكل هالجوانب بالمؤسسات النسويه هون، فهذا شو بيخلق مثلا مثل مؤتمر ستار يلي عندها فروع دار المراه مثلا بنلاقي منها الجانب الاقتصادي، الجانب
الجانب التربوي، الجانب الصحي، مثلا هي كلها ميادين هي تنضم لها. هذا الشيء شو بيساعد؟ انه يكون المرأة ضمن المجتمع بكل المجالات تقوم بتنظيم النساء، تقوم بتوعية المجتمع، تقوم برصد الجوانب اللي هي تحتاج فيها الى التوعية او تحتاج فيها الى ايجاد حلول، يكون المرأة اتصال بهي الجوانب كلها. طبعا ما انسى كمان ايضا حتى ما هي مثلا الجانب الاجتماعي ضمن اللجان الاجتماعيه اللي بتكون موجوده في كونغرس، هي بتساعد على هذا الشيء، انه تكون لها اتصال بالمجتمع، بمشكلات المجتمع، بالنساء، بالاطفال، بكل الشرائح، المراهقين، الشباب. يعني هون هذا بيساعد انه يكون في عندنا هون ارضيه لفهم مشكلات المجتمع، ومن ثم من خلال هالمؤسسات وتنظيمها، ومن خلال النقاشات والوصول للحلول في النهايه، تقديم حل لهذه المشكلات.